اول شيء السيد تحدث على بوتفليقه رحمه الله وقال انه كان مستشارا لبن زايد وكذا. لا، لم يكن مستشارا، كان هاربا وكان طالبا للجوء. لماذا؟ لانه اختلس 60 اخر مره يتكلمون على رموز الدوله الجزائريه. هذا كيف يوجع، هذا كيف يا فاروق الرجل لم يكن في هذه اللحظه رمز دوله، كان لسه كان مجرد وزير ثم خرج من الجزائر. ارجوك يحترم هذا الرجل لو سمحت. هذه فتره سياسيه، هذه فتره سياسيه تقدر انت تنكره؟ ما حدش ينكره. هذه الامور بالفعل السياسيه حرست الرجل. تفضل. لا، كان هاربا. سناتي اليها. لا ترد على الرجل فضلك يا اخي الكريم. انا طالبني بدليل. بعتذر منك يا فاروق حتى نستمع الى الرجل. تفضل يا اخي. بدليل يا اخي الكريم. انا بغيت انا علاش جبتها يا الرجل. بغيت نجبد لك العلاقات مع الامارات من اين ابتدات وكيف ابتدات مع الجزائر. هو بوتفليقه بعد ان توفي الهواري بومدين رحمه الله سنه 78 ما بقاش هو وزير الخارجيه. هو كان اصغر وزير الخارجيه، كان عنده 25 عام عندما اخذ الحقيبه بعد الانقلاب على بن بله. سنه 1979 عين وزير الدوله بدون حقيبه، ما بقاش وزير داخليه ولا وزير دوله بدون حقيبه. سنه 1981 تم طرده من اللجنه المركزيه للإفلان، وبعدها اختلس 60 مليون دينار، وعندي ادله 60 مليون دينار، وهرب الى الامارات. كان بيعيش بين الامارات وسويسرا. كان هاربا، لم يكن مستشارا او غير من ذلك. لماذا ذهب الى الامارات؟ لان كان تربطه علاقه جيده مع حكام الامارات انذاك. الامارات دائما كانت ترعى الجزائر، كان دائما تحسن الى الجزائر يا اخي الكريم. واخا نجيو دابا للحاضر، ماذا يقع بين الجزائر وبين الامارات؟ هل هو صراع سياسي، صراع النفوذ، صراع اقتصادي؟ لا اظن يا اخي الكريم، لان المستوى متفاوت جدا، شتان بين الثرى والثريا، واين نور السهى من شمس الضحى يا اخي الكريم. تتحدث عن الامارات 550 مليار دولار ناتج داخلي خام، نعم مساحتها صغيره اقل من 100,000 كيلومتر مربع، ولكن عندها تاثير جيوستراتيجي، تاثير اقتصادي قوي جدا. ليست الجزائر من ستقف امام الامارات الند للند يا اخي الكريم. كل ما هنالك هو ان الامارات هي احد اقوى الحلفاء استراتيجيين للمملكه المغربيه، ولها مشاريع غادي تكون ان شاء الله من هنا قدام، مشاريع ضخمه في الصحراء الغربيه المغربيه. الجزائر تتوجس من العلاقات الاماراتيه المغربيه، وعن قريب ستتوجس ايضا من العلاقات الاماراتيه المصريه. وعقل على الكلام ديالي، ستفعل المستحيل الجزائر حتى تفسد العلاقات المصريه الاماراتيه. الامارات الان هي لا تعتبر الجزائر كعدو او كمنافس، ولا تلتفت لهم ولا تأبأ لهم، لان هذه ماشي اول مره تبون يتطاولوا على دوله الامارات توصفها بدويله. قبل هذا على ما اظن واحد 4 شهور ولا 5 اشهر طعنوا في شرف حكامهم وشيوخهم يا اخي الكريم في التلفاز الرسمي. التلفاز الرسمي يا اخي الكريم كطعن انت بشرف انسان مسلم، حتى لو كان خلاف جيوستراتيجي ما توصلش لهذا المستوى انك تطعن في الشرف يا اخي الكريم، وتطعن في الرموز. هذا اللي يقول لك ان بوتفليقه رمز، رغم ان دولته تصنفه ضمن العصابه، وهو تيقول لك لا هذا رمز للجزائر. شوف الرموز ديالهم كيفاش دايره. الى ان يتجه هذا الصراع يا اخي الكريم؟ انا تنقول لك الامارات لن تأبه، وستمضي قدما في شراكه استراتيجيه مع المغرب، ولن تلتفت الى الجزائر، لان الجزائر شنو حدات دير؟ ما هي اوراق الضغط التي تمتلكها الجزائر ضد الامارات؟ ما هي اوراق الضغط؟ 7 رحلات التي الغتها الامارات ل 3600 رحله في الشهر، فيها 7 رحلات نحو الجزائر. واش هذه الرحلات ال7 هي اللي غادي تاثر على الامارات؟ الجزائر لا تملك اوراق ضغط. واخا اذا كانت فعلا الامارات تهدد الجزائر وتتدخل في الانتخابات، وارى انت تقر بان ليست لك سياده. الى الامارات تتدخل في انتخابات رئاسيه ديالك انت، يعني ليس لك سياده. قضيه مدرعه، قضيه مدرعه عندك. الا كتدخل لك هي في الانتخابات وتعيين الرؤساء، والله عيب ان هذا التصريح هذا، لانك تطعن في سياده بلدك يا رئيس. يقول ان الامارات تتدخل. الامارات لا تتدخل. انا بعد هنا لست هنا لألمع الامارات وادافع الامارات لها رجالها يدافعون عليها، ولكن انا اقرا فقط الواقع
والمحيط الجيوستراتيجي للجزائر والعلاقات بين دولة الإمارات وبين دويلة الجزائر. لأن دويلة، هذا المصطلح يا أخي الكريم، إذا كان يقصد به المساحة، والله غباء يا أخي الكريم. هذا هل قوة الدول تقاس بالمساحات؟ كمساحة سويسرا يا أخي الكريم، كمساحة سويسرا يا أخي الكريم. وقع اقتصاد سويسرا باقتصاد الجزائر. لا، ليست العبرة ليست في المساحة يا أخي الكريم، العبرة في التأثير الجيوستراتيجي. تأثير الإمارات يصل حتى أوروبا يا أخي الكريم، يصل إلى إفريقيا. وتجي انت يا الجزائر اللي ليس لك محل من الإعراب في خارطة القوى الإفريقية، تجي وتقف الند للند، تحاول تقف الند للند مع الإمارات. واخا يا أخي الكريم، لماذا الجزائر لم تطرد السفير الإماراتي؟ إذا كانت فعلا الإمارات تهدد الجزائر وهي عدوة للجزائر، لماذا تحتفظ بسفير دولة عدوة تهددك وتحاول التدخل في استفتاء؟ لماذا لا تطرد السفير؟ لماذا لا تقطع العلاقات؟ إذا كانت فعلا عندكم سيادة. الأخ كرر كلمة السيادة 11 مرة، هذا الأخ هذا في 10 دقائق، يعني كان هناك مشكل عندهم في السيادة. إذا كانت فعلا عندك السيادة فليكن الرد بقدر الإساءة الإمارات التي تسوقون إليها للجزائر. أنا كنعرف دولة تحاول التدخل في مسائل الخاصة، أنا كدولة عندي سيادة سأطرد السفير وسأقطع العلاقات. هذا سؤال، لماذا لم يقطعوا العلاقات يا أخي الكريم؟ وما هي أوراق الضغط اللي عند الجزائر على الإمارات، في حين أوراق الضغط الإماراتية على الجزائر موجودة؟ هناك حجم استثمارات الإمارات في الجزائر يصل إلى 10 مليار دولار. لو سحبوها تعرف الآن الجزائر تعيش أزمة اقتصادية خانقة، مما دفعهم إلى الاقتراض وخيانة الشهداء على حسب ما قال تبون، إلى الاقتراض من البنك الإفريقي للتنمية 3 مليار دولار. تخيل أن الإمارات تسحب 10 مليار دولار من السوق الجزائري. هذا كفيل بأن يسبب كارثة اقتصادية في الجزائر أخي الكريم. يعني موازين القوى هنا ليست متكافئة، موازين القوى فيها اختلاف فاحش. واحد يملك القوة واحد لا يملك إلا الكلام. الجزائر لا تملك إلا الكلام، في حين أن الإمارات تملك القوة يا أخي الكريم. وإذا أرادت الإمارات خلق مشاكل داخل الجزائر، والله حتى ديرها بأموالها وبتأثيرها الجيوستراتيجي. ولكن لماذا؟ ماذا ستجنيه الإمارات من ذلك؟ هي أصلا دولة منهارة الجزائر اقتصاديا وسياسيا وفاقدة للسيادة. يعني تيقولوا ضربوا العمى على عينه. الإماراتيين والأخ منزعج. توجع اسكت. أنا كما قلت لك يا أخي الكريم، وأختم بهذه، إلى أين هذا الصراع؟ إلى سميناه صراع تنزلا مني على أنه صراع، لأن الصراع يقتضي هناك تكافؤ في القوى. أن الإمارات لم تلتفت إلى الجزائر كما لم تلتفت السنة الماضية عندما نعتوهم بأبشع النعوت في قنواتهم الرسمية. ستمضي قدما في خطتها الجيوستراتيجية والاقتصادية مع المغرب، وستمضي قدما في استثماراتها في الصحراء الغربية المغربية. ولا عزاء للحاقدين، وليس للجزائر إلا النواح والبكاء، وهذا ديدنهم من زمن يا أخي الكريم. دولة لا تملك السيادة، تملك فقط. شكرا أخي سمير. أرجو